مرحبا، أنا رسل. كلش هواية أشكركم على تفاعلكم وتعليقاتكم الحلوة بآخر فيديو. اجتني هواية استفسارات على جهاز النينجا، وبما أنه أني أستعمله بشكل يومي فكل ما أطبخ بيه راح أنزل لكم الطبخة اللي سويتها بيها. هذا الموديل من جهاز النينجا ب9 استعمالات، مو كلها أني مستعملتها طبعا. راح أشوفكم بعدين شنو اللي أنا مستعملته، واللي ميزة إنه بيه قبغين أو غطاءين، وكل قبغ بيهن له استعمالاته. هذا اللي تشوفوه بيدي هو استعمال الجهاز الضغط. طبعا ممتاز وما ياخذ وقت وبتوقيت، فما تشيلون هم انه انتم حاطين فد شي على النار. مجرد تحطون التوقيت وهو راح يطفى من كيفه، ومن بعد ما يطفى مجرد ما تحركون هاي الدائرة اللي تشوفوها فوق، هو راح يبدي ينفس ويطلع الهواء البي. اسوي بيه التمن، اسوي بيه المرقة، اسوي بيه اللحم، اسوي بيه الدجاج، اسوي بيه حتى كيك. وطبعًا باستعمالات أخرى صراحةً لحد هسه ما مستعملتهن، بس راح نستعملها سوا، راح نسوي فيديوهات ونستعملهن كلهن. فهسه قربت الكاميرا وراح أشوفكم شنو الاستعمالات اللي بيه. أولًا هنا عندنا الpressure، واللي هو جهاز الضغط اللي هو هنا من الجهة اليسرى. عندنا أيضًا steam اللي هو البخار إذا تريدون تطبخون فد شي على البخار فقط. وعندنا الslow cook واليوغرت، تقدرون تسوون بيها يوغرت. طبعًا أنا ما مستعملته هذا، إن شاء الله نستعمله سوا. وبالسوتيه اللي هو أني أستعمله للطبخ العادي، يعني شلون تستعملون الجدر تحمسون البصل، تسوون الدجاج، هيجي يعني. وأيضًا أطبخ بيه التمن. ومن الجهة اليمنى عندنا الair crisp اللي هو الair fryer أو القلاية الهوائية العفو. عندنا الجريل إذا تريدون بس تحمرون فد شي من فوق. وعندنا البيك إذا تريدون تخبزون فد شي تسوون توست مثلًا أو كيك. وعندنا الديهايدريت اللي هو التجفيف، يعني إذا تريدون تسوون طماطم مجففة، فواكه مجففة بكيفكم. ومثل ما شفتوا البارحة أنا كنت محضرة مرقة سبينغ، فاليوم بس راح أسوي بيه التمن، فراح أشوفكم طريقة اللي نطبخ بيها التمن. قلاصين ونص تمن بسمتي غسلته غسل كل زين، وبعدين حطيته وضفت عليه مي حار. حطيت المي الحار بس على مود أسرع عملية الطبخ، تقدرون تحطون مي بارد عادي. حطيت له شوية ملح وشوية زيت. وبالمناسبة تقدرون تطبخوه بدون زيت. فيعني استعمالي اليوم إنه هو استعملته يعني طبخ تمن بس. حطيته على خاصية الضغط، يعني جهاز الضغط. وبعدين حطيت التوقيت على 3 دقايق وخلص. هاي دست الدقمة. أني لأنه حاطة الكاميرا على السيلفي لذلك تطلع بالمقلوب الكلمات، بس هي هنا تشوفون مكتوب بري. وبعدين ياخذ وقت 3 دقايق بس وخلص وراها يستوي. مجرد ما نطلع الهواء من عنده بهاي الطريقة تشوفوها شوية التصوير صاير مو زين. أحرك هذه الدائرية، ومجرد ما أشوفها خلص نزلت هاي القطعة الحديدية نزلت جوا، معناها خلص الضغط من عنده أو خلص البخار من جوا. وخلص أفتحه ويكون مستوي التمن. كل اللي حيحتاجه هو 3 دقايق بجدر الضغط. طبعا هاي الكبسة والبرياني ويطلع يخبلن بيها، كلش طيبة تطلع بيها. والتمن مطبوخ مضبوط. وأكلته ويا السبيناغ اللي سويته البارحة. هواية جتني تعليقات إنه ليش ما حاطة لحم وأكو سبيناغ بدون لحم. يا جماعة والله أني أحب إنه أوازن، يعني يوم لحم ويوم نباتي. وانتم مثل ما شفتوا أنا كنت محضرة لحم بس ما حطيته ويا المرقة لأنه أريد أوازن. أريد يعني شوية نمشي أمورنا بأكل صحي أكثر. إحنا ما نقدر نستغني عن اللحم، بس نحاول إنه نقلل من عنده. وصدقوني طلع طعمها خرافي بشكل يعني ما ينشبع من عندها. وأنا هيك أحب أقسم معوني شوية تمن شوية أكثر شي طبعا المرقة وطبعا الزلطة، وأخبطهن كلهن سوا وأكلهن. هم الواحد يشبع بأقل كمية تمن، وهم ماخذ كمية خضروات زينة. وطبعا أكيد أكو أنواع مرقات ما ترهم بدون اللحم مثل البامية أو القيمة. ما أعرف شو تقولون، سولفوا لي بالتعليقات، هم تاكلون المرقة بدون لحم؟